بتعرف تغني؟ اغنيه، عملت اغنيتين والحمد لله اتصوروا ونزلوا. يعني بتعرف تغني؟ لا. انت عبد الحليم حافظ؟ لا انت عشان عمرو مش دياب؟ عليك. لا والله. يعني بتعرف تغني ولا لا يا فنان؟ لا الصوت حلو طبعا. اوكي، طب سمعنا حاجه يا عم. كاميرا، واو، مكرونه وعدس وحمص وتقليه. دي مكونات لوجبه من ألذ الوجبات المصريه. الوجبه دي طبعا هي الكشري. وعلى ذكر الكشري، حابب طبعا اذكر العظيم الوقور الفاجر اللي شهر الكشري في مصر. طبعا مش هقول اسمه. ليه؟ لأن انت اكيد عرفته طبعا، اكيد عرفته طالما انت داخل على الفيديو ده اصلا. أنا سمعت كل حاجة، إني أفهم كلمة ما فهمتش حاجة خالص. المهم الكشري ليه مميزات كتير طبعا، بس احنا مش هنتكلم عليها دلوقتي لان احنا مش قناه اكل. بس هنعمل قناه اكل في المستقبل ان شاء الله، وهنطلع ناكل فيها ونعمل يوميات عشان نعرف ناكل عيش على يوتيوب، عشان احنا كده مش بناكل عيش خالص، احنا كده بناكل فته. المهم ان في ميزه طبعا هي اللي محتاجين نتكلم عليها، الكشري رخيص وخلى اي ابن يروح ياكل كشري. طبعا ده اشهر واحد محمد عادل عامل النظافه، صاحب موقعة كشري التحرير، الموقعة اللي راح فيها ضحايا كتير اولهم احمد العوضي. طبعا انا لو خدوا راي احمد العوضي المفروض يروح ضحيه ولا لا، يروح ضحيه طبعا، لان هو اللي سبب لنا العطله دي كلها. احنا العطله كلها بسبب مع احمد العوضي. طبعا انتوا شايفين النهارده لابس تيشيرت بينك عشان ده اوسخ لون عندي في الدولاب واكتر لون مستفز، عشان موضوع حلقه النهارده يستاهل. ايه انت المهم طبعا انا جعان وانتوا اكيد مش هتمنعوا. هو حاطين لنا معلقه ولا لا؟ حطوا معلقه. التيشيرت ده عبده اللي جايبهولي، وجايبه غالي الصراحه، بس مش هقول بكام عشان الخصوصيه، يعني البرايفسي بتاعتنا تتحفظ، يعني احنا ما بنشتريش حاجات غاليه خالص، بس ده غالي. وانا باكل كشري طبعا. ايوه يطيح. كشري ابو مازن، اشهر كشري عندنا. استنى، شاوت اوت لابو مازن، استنى بعمل له اعلان. شاوت اوت لابو مازن، احسن كشري عندنا في المنطقه. استنى هدوق وهقيم. معلقه تاني، واحده تاني. ناكل الكشري ونلغي الفيديو. نلغي الفيديو خالص، فاهم؟ حضرتك بتقول ايه؟ بعد اتكلم وانا باكل ولا انتوا؟ أنا باكل بقى. انا نسيت اقيم اصلا. يا راجل انت خليت فيها تقييم ولا بتاع بلا قرف؟ انت لسه فاكر؟ الكشري ده ياخد 9.5 من 10 عشان الكمال ده لوحده. Oh Allah the Almighty. هايل سقف له. هايل اسطوره. نرجع لموضوعنا. اول حاجه هنتكلم عليها مين هو محمد عادل. والله اكيد مش هتعب نفسي يعني واعمل بحث على محمد عادل، ولا نعمل بحث على محمد عادل. اكيد مش هتعب نفسي واعمل بحث على محمد عادل. الحلقه دي كلها مبنيه على الحاجات اللي ابويا بعتها لي على الماسنجر على فيسبوك، عشان هو برده مش طايقه، ولا انا طايقه، ولا عبده طايقه، ولا كريم طايقه، ولا زياد طايقه، ولا اي حد في الدنيا طايقه. فالمهم محمد عادل اتولد سنه، اكيد مش مهم طبعا ولا حد مهتم، واتولد في محافظه مش مهم برده ومحدش مهتم برده، دي حاجه برده حبيت اضيفها. بس انا متوقع ان هو اتولد في كوكب تاني احنا ما نعرفوش، كوكب اسمه الكلاح. اكيد في كوكب اسمه الكلاح، صح؟ كلاح كفر الشيخ. اكيد كفر الشيخ. وظيفه محمد عادل، ودي حاجه طبعا دي تحتاج ان انا اقوم عشان اقول لكم عليه. احيانا كده مش باين اصلا. هنقعد طبعا تاني عشان المكان مش مساعد يعني، وبصور بالتليفون وحالتي صعبه على الكافر. انا كاتبهم عندي هنا في الكشكول، عد معايا. محمد عادل مثير للجدل، فنان مثير للجدل، مطرب، زبال مثير للجدل، محلل، يوتيوبر، تيك توكر، فيسبوكر مثير للجدل، شحات، ملحن، حكاك مثير للجدل، شحات ومثير للجدل، وفنان شامل مثير للجدل، ومحلل وممثل ومخرج ومنتج وسواق توك توك وسواق فيسبا وسواق روسيكل وايه وبتاع فراشه وبتاع كشري وبتاع هدوم وبيطير. شفت محمد عادل وبيطير؟ ولا انا بس اكيد بيطير يعني. ده الوحيد اللي كسر قاعده 7 صنايع والبخت ضايع، بس هو عنده 20 صنعه وشغال بيهم كلهم، واهمهم الشحاته وإثارة الجدل. شوف العشاق من سلف. استنى بس اكل معلقه كشري تاني معلش. انت بتطلع ايه يا عم انت؟
طلع ايه الحق يا ابراهيم. نحبس بشاي عشان الشاي اصلا اهم من كل ده. بالظبط. 11 من 10 عشان اللي عنده. لقد كفر ابن هنرجع لمحمد عادل، وتاني حاجه هنتكلم عليها هي اصحاب محمد عادل وعلاقاته الكبيره والعظيمه. طبعا عنده علاقات مع ناس كتير. طبعا علاقاتك اهم ما في حياتك، عشان لازم تبقى راجل مهم لازم تكون بتعمل علاقات مع ناس. ايه ده؟ علاقات مع ناس، لازم يكون عندك صحابك يعني وسايط. المهم اول العلاقات اللي هنتكلم عليها هي علاقته مع المحامي فريد الديب. هي علاقه قويه طبعا وتربطهم علاقه وطيده وهم اصحاب وكل حاجه. بس فريد الديب نفسه اصلا ما يعرفش مين محمد عادل ولا عمره سمع عنه، بس هو محمد عادل عارفه، كان بيشوفه على التلفزيون، هو صاحبه كده. علاقه خياليه زي العلاقه كده اللي انت داخلها في خيالك مع الكروش، حاسس ان هي بتحبك وكده وانتوا بتحبوا بعض. لا فيلم تبقى. طب بصي يلا نعد 1 2 3 ونقفل الموضوع. انا بحب جورجينا، تفتكر بتحبيني ولا لا؟ جورجينا ماي وايف. هو كريستيانو مش هيتجوز كريستيانو. كاميرا واو كاميرا واو اهو. ما انا بقول وريني اهو محمد عادل يا جدعان بيشجع الاهلي. يا رب تكون ظهر. ايه ده التليفون بتاعه فصل في وشي. تاني علاقة برضو طبعا بتربطه علاقة وطيدة بالصحفي والكبير مفيد فوزي. مش عارف الناس دي كلها يعني صاحبهم بعد ما ماتوا ليه، يعني ليه راح العزا بتاعهم ما نعرفش. مفيد فوزي نفسه ما يعرفش مفيد فوزي اسمه، بس هم يعني صحاب لدرجة ان محمد عادل نفسه ما يعرفش مفيد فوزي شغال ايه. يا محمد يا عادل قول لنا مفيد فوزي شغال ايه بعد اذنك. معلش يعني واحد في التلفزيون صاحبي ازاي يعني شغال؟ طبعا ما نقدرش ننسى الشلة بتاعته. علاقته بابن الفنان تعبان عبد الرحيم، وعلاقته بالفنان انتش وجري، وعلاقته بالفنانة دي مش عارف اسمها الصراحة، بس هي دي اللي تستاهل الشوت اوت. تاني مش عايز اطلع مش قادر. شوت اوت ليك يا فنانة لو انت بتشوف الفيديو ده. لا ما بيفرقش معايا. عايزين نسير الجدل. ايه عايز اطلع ترند انا كمان، اشمعنى هو؟ مش هينفع. المهم ابن الفنان تعبان عبد الرحيم، الراجل يا عم مات. تعبان عبد الرحيم الفنان الراحل الله يرحمه، الفنان تعبان عبد الرحيم عمل له اغنيه طبعا اسمها أسأس واجري، وعمل له اغنيه كلتنا ولاد 9. استنى دي عايزه غنيها معايا يلا نصب. كلتنا ولاد 9 عشان بيننا بنسعى. طبعا جه السؤال المهم في بالك بعد ما عرفت ان محمد عادل عامل اغنيتين او يمكن 3 أو 4، هل محمد عادل بيعرف يغني؟ ده السؤال طبعا اللي دار في بالي ودار في بالنا كلنا ودار في بال عبده ودار في بال زياد وكريم وكل الناس وابويا برضو. يعني ابويا ما كان مش عارف هو صوته حلو ولا لا، فاحنا هنساله هو شخصيا. يا محمد يا عادل، يا استاذ محمد عادل، يا برنس، يا رمانة الميزان، بتعرف تغني؟ اغنيه عملت اغنيتين والحمد لله اتصوروا ونزلوا. يعني بتعرف تغني؟ لا. انت عبد الحليم حافظ؟ لا عشان مش عليك. لا والله. يعني بتعرف تغني ولا لا يا فنان؟ لا الصوت حلو طبعا. اوكي طب سمعنا حاجه يا عم. كلتنا ولا 9 عشان احنا بنسعى. بالظبط كده. كلتنا ولا 9 عشان احنا بنسعى. سقف الفنان محمد عادل. ناقص بس يا فنان حاجة واحدة للأغنية دي عشان تبقى أغنية كويسة، يعني حاجة بسيطة خالص. خدت بالك هنا ناقصها ملحن، مهندس صوت، كاتب، شركة إنتاج، حد يسوقها، ملحن، مهندس، مغني، مهندس ديكور، مهندس صوت، مهندس ميكانيكا، مهندس مباني. ناقصها يوسف أوباما وحسين الشحات وشركة إنتاج وحاجات كده بسيطة يعني يا فنان. والأهم من كل ده ناقصها الفنان بقى المؤدي محمد عادل الزبال. ندخل بقى على أهم فترة في حياته، مسيرته المهنية. طبعا محمد عادل مسيرته المهنية طبعا مسيرة كبيرة. اهم حاجه حصلت فيها برضو كاتب لكم الحاجات كلها هنا اهي كلها الحاجات اللي حصلت في مسيرته المهنيه، عشان طبعا مسيرته المهنيه كبيره. اتطرد من كشري التحرير، اتطرد من عزا فريد الديب، اتطرد من جيم، اتطرد من قهوه، اتطرد من محل ملابس، اتطرد من نادي الزمالك، اتطرد من نادي الاهلي، اتطرد من يوسف اوباما، اتطرد من الورشه بتاعتنا، اتطرد من العربيه بتاعتنا، اتخانق مع مذيعه واتخانق مع ابن شعبان عبد الرحيم بعد ما دفع له 2500 حق تليفون جديد ليه المعفن المنت. محمد ما بيتمرش. ملخص بقى مسيرته المهنيه بجد اللي بجد
عمل مسلسل وعمل فيلم وعمل اغنيتين 3 4 وعمل اعلان ملابس ايوه انا بتاع الكشري. داخل لمين هنا؟ انا داخل لكافو يا عمنا. وعنده سلام نفسي رهيب الصراحه. انا محمد بتاع الكشري. مش قادر افهم يعني انت كده واسطه بجد بجد. يعني انا لو هقدم يعني انا لو هقدم بكره يا ابن الحلال وانت هتقدم بكره وكلنا هنقدم بكره الراجل اللي بيعدمني سالني اخر امنيه ليك ايه في حياتك، هقول له اعرف محمد عادل دماغه فيها ايه من جوه. اكيد فيها فرده شبشب، فرده جزمه، كوبايه شاي، طبق كشري، فيها يوسف اوباما، فيها حسين الشحات، فيها بيرسي تاو، فيها محمد صلاح، فيها مين، فيها ايه دماغه من جوه، فيها ايه؟ اكيد ما بندقه، فستقه، لوزه، تليفون ايفون، فيها ايه؟ فيها لمبه. اكيد فيها حاجه احنا مش عارفينها اللي عامله معاه كده. واعرف يعني ايه ترند، يعني ايه ترند يا محمد يا زبال. انت راكب الترند ورايح فين؟ يعني هل الترند ده فيسبا؟ هل هو تروسيكل؟ هل هو توك توك؟ هل هو مزيج ما بينهم ما بين التروسيكل والعربيه والطياره والموتوسيكل؟ حاجه اسمها ترند هو بيركبها؟ اكيد في ان احنا مش عارفينها. المهم بعد طبعا الفيديو ده كله انا قررت ان انا مش هاكل كشري تاني ومش هدخل كشري تاني البيت غير الطبق اللي انا اكلته ده. طبعا هكرك يا زميلي الدقه، احط لك يا زميلي الدقه ولا ايه يا ابني يعني؟ عايز الدقه ولا لا؟ ما تحطش صور اسكت. هاكله. اسكت. ماشي. محمد رمضان كفنان معلش يعني لو ما تيجي تعمل حاجه ما حتى لو بعت حاجه ما ينفعش انت تقول عليها. محمد عادل يا حبيبي انت مالك ومال محمد رمضان؟ اي نعم محمد رمضان حرامي بس مستواه مش للدرجه دي ان هو يسرق منك. انت بتعمل حاجه اصلا عشان يسرق؟ انت بتعمل ايه يا ابني؟ انت مين يا ابني انت؟ انت مين بجد؟ تخيل بقول له انت مين بعد ما عملت عليه فيديو كامل. بجد بجد انا نفسي في امنيه، طبعا امنيه في حياتي، نفسي اما اعمل لحد بلوك على الفيس او على الواتس يختفي من الحياه. يعني اعمل له بلوك خلاص يختفي من الحياه. فكلنا انا وعبده وكريم وكلنا عندنا اجماع، وابويا طبعا عندنا اجماع ان احنا عايزين نعمل لمحمد عادل بلوك من الحياه. بس الصراحه انا عمري ما جربت ان انا اطرد. يعني انا نفسي بجد اطرد واكل عيش شبه محمد عادل. فانا هروح اطرد من اي حته. انا كده عايز محتاجين نغسل العربيه، نروح نغسلها عند اخوك وتخليه واكيد هيطردنا يعني عشان نروح نغسلها ببلاش. طبعا السؤال اللي جه في بالك دلوقتي، انت عندك عربيه؟ الحقيقه لا ما عنديش عربيه. طب هتروح تغسل ايه؟ مش عارف. حاج اديني العربيه راح اغسلها بالله عليك على حسابك او ببلاش. احنا كده رايحين نطرد يعني. حط يا ابني الدقه يا ابني وهات الطبق يا ابني. خلينا نقوم نمشي نتكل على الله. كلتنا ولاد 9. السيجاره دي فيها ايه؟